حضرتك سألتني سؤال مهم جدًا، بتقول لي: هل مادة اللزق في منها أنواع؟ طبعًا أكيد في منها أنواع. إحنا عندنا في مايكا جروب عندنا مادة اللزق بتاعة البورسلين والسيراميك والرخام والجرانيت، صحيح كلها اسمها حاجة واحدة مايكا ستوكس. اسمها إيه يا فندم؟ مايكا ستوكس، تمام؟ ده الاسم الرئيسي للمنتج، لكن تحت المنتج في أكواد. كود عشان نلزق السيراميك، لأن لزق السيراميك يختلف عن لزق البورسلين، وبالتالي في كود تاني عشان نلزق بيه البورسلين. طيب في كود تالت للرخام؟ يا فندم في كود تالت للرخام، في كود رابع للجرانيت، في كود رابع للجرانيت. الشغل الداخلي زي الشغل الخارجي؟ لا طبعا أكيد بيختلف. تقل بلاطة الرخام زي تقل بلاطة السيراميك أو البورسلين؟ تقل بلاطة الجرانيت زي تقل بلاطة الرخام، ولا في فروق؟ أكيد في فروق. يبقى إزاي أنا آخد المادة اللي بتلزق السيراميك والزق بيها جرانيت وحوائط وخارجي وانتظر ان هي تشتغل؟ هتقول لي حضرتك لا، ما هو في الحوائط هنشتغل ميكانيكي وهنحط بقى ونعمل. ماشي تمام، قصة زي الفل. طب افرض ان في عندك حاجات معينة مش هتشتغل فيها ميكانيكي وعايز تعمل فيها مادة لزق، هتشتغل بإيه؟ مش لازم تشتغل بالمادة المتخصصة اللي تقدر تطلع معاك الشغل الصح، تقدر تمسك البلاطة وتعيش سنين من غير ما تقع، ولا تشتغل بأي حاجة؟ هتقولي طب ما هو في فرق سعر. أكيد في فرق سعر، لأن القوة اللي أنت حضرتك محتاجها عشان تلزق بلاطة الجرانيت بتقلها حتى لو كانت حطات كبيرة تفرق كتير قوي عن البلاطات بتاعة السيراميك مثلا لو أنا هحطها حوائط. يبقى أكيد السعر هنا وقوة اللزق هنا تختلف عن قوة اللزق هنا. يبقى أنا لما أجي أسأل أنا أقول أنا عايز مادة علشان خاطر ألزق بيها، لازم اوصف الشغل بتاعي عشان حضرتك في الاخر نقول لك خد الكود دون. حكايه الكود دي يا جماعه مهمه جدا. ده حضرتك لما بتروح تشتري تليفون بيقول لك التليفون دون اسم الماركه كذا، لكن تحتيها في النوع ده والنوع ده والنوع ده والنوع ده والنوع ده. اكيد انتوا كلكم شطار في موضوع التليفونات وحافظين الموضوع دون. طب انت في شغلك بقى، شغلك اكل عيشك اللي بيجيب لك الفلوس اللي هتشتري بيها الموبايل والعربيه والشقه والدنيا، لازم تبقى عارف برضو ان فيها اكواد مختلفه. تقول لي طب وانا هقعد احفظ كل الكلام ده؟ يا سيدي انا مش عايز حضرتك تحفظ، انا عايز حضرتك تتصل وتقول لنا انا عايز اعمل الشغلانه الفلانيه، واحنا علينا نقول لك الكود المناسب ونساعدك، لان ده دورنا. احنا موجودين لخدمتك، موجودين عشان نريحك. ما تشيلش انت وتقعد تفكر، لا سيب التفكير والدنيا كلها عندنا وخلي الدلع عندك يا عم الحاج. ابعت بس قول انا عايز الزق كذا، المساله سهله جدا. عشان كده انا بقول توصيف الشغلانه مهم جدا عشان اطلع شغلانه كويسه. تمام، اتفقنا. نركز قوي. يبقى ماده اللزق الاساسيه اسمها ايه؟ اسمها مايكا ستوكس، دي الماده اللي بنلزق بيها. لكن في منها انواع، بلاش اكواد يا عم، في منها انواع: نوع للسيراميك، نوع للبورسلين، نوع للرخام، نوع للجرانيت، نوع للشغل الداخلي، نوع للشغل الخارجي. اوعوا تنسوا الكلام ده، لان الكلام ده مهم وهيفيدكم في شغلكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.